الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. بإذن خوي فروردگار إن شاء الله لا درسي فقه كمانا لا بروغرامي ذات قناغي يكم قيشتونة لا براسي سنن الفطرة جمع مساسوران بعد اسبكاب خيوندن إن شاء الله تعالى. سنن الفطرة وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. بويا بي أو ترياس سنن الفطرة يعني السروشتي مروف خوي تعالى مروف لسر أو السروش تدرس كردوه خوي تعالى خلقي واتا مروفكاني لسر أو سروش تدرس كردوه وبيشي خوش مروفكان لسر أو بن وبيغمركان هاتون أو صورتان يعني أو صفاتان لناو خلقا زندو كردوه توا بو أوي بجوانترين شواز دركون وب كاملترين وينش وينها بكرين بالله. يكم السواك يكم سنن فطرة سواكه. طبعا سنن فطرة لدو حديثاته حديثي يكم يان ينجا حديثي دوميان دايا إيسا يكم سنن فطرة أخواني إن شاء الله تعالى. السواك هو استعمال عود أو نحوه كفرشاة في الأسنان. يكم يان سواك بريتيا لا أو داريك دقاني إنسان دقاني خوي بيباكا كاتوا بو أوي أو شتانيك بيو اللي كاوا خواردنو بونو أمانة بدقانو اللي كاوا نميني لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. بله. والسواك مسنون في جميع الأوقات. السواك لها مكاتك سنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا. في غمري خاص صلى الله عليه وسلم زور هاني داوا بقشتي هاني داوا إنسان لها موش وينك برها سواك بكار بينه ولم يقيده بوقت دون آخر حتى نيبسو كاتك تايبتوا بل كبوها مكاتك حيث قال صلى الله عليه وسلم لحديثها في غمري خاف فرمويتي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سواك باكروي دما والرزامندي پروردگاریشه يعني باك سواك كردن تو دمت باكا كيتوا وخواش لخود رازيكي. وقال صلى الله عليه وسلم رسول الله أفرمي لحديث كترة لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا صحيح مسلم هاتوا في غمري خاف فرموي صلى الله عليه وسلم أجر قرص نبوا على سر أمتكم أمر بيأكلن كوا لكاتي همون يوجكا سواك بكن. فائدة إثرائية سودكي دولمان كر يتأكد السواك عند الوضوء والانتباه من النوم وتغيير رائحة الفم وقراءة القرآن والصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل. سواك جختي لسر كراوته ولا مكاتك أخو أتواني بكاري بني بلام لتشن حالتك زخ يعني لا چنكاتك جختي لسر كراوته يعني لا چنشونك جختي لسر كراوته يكم لكاتي دزنوجا دوهم كاتك خلصي لخو سيم كاتي بوني دمت أقوري چوارم لكاتك قرآن أخواني بينجم لكاتي نيوجا ششم لكاتك أشيتا مزقوتوا حوتم لكاتك أشيتا وابو ماري خوت. طبعا سواك بداري أراكك ليه أو داري كوا يسخ للسعودية درسك ما نخل بكاري ديني أو أصلا كيتي بهرشتكي تريج بكري الآسية تناند أو تشك أو تشيلكيه ك دقاني خوتي بباكيتو إيش سواكه وهروها كاتيك بفرشو معجون كاتيك دمي خوت باكا كيتوا ودقان تشوي أو يشخوي بوخوي هر سواكه يعني أمانة هر هم يكوي تبابي سواكه إن شاء الله تعالى. ومن سنن الفطرة ثانيا طبعا بس ياك ملاحظة هي ليلة بلام هيج لمانا وكو أراكك جختي لسر نكراوة أراكك فائدة تريش هي سودي تريش هي بلام أمانش بكيتو بلام أمانش لباري أراكك يا بكي أو تشاكتره وباكتره. ثانيا حلق العانة دوهم تاشيني موي عورت وهي الشعر النابت الشعر النابت حول الفرج بريتيا لو توكيك بدوري عورتي إنسان أنا هيا بله وفي إزالته جمال ونظافة للاداني طبعا باكيه هم باكيه هم جواني شبو إنسان ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. آسايشة أجر إنسان بكار اشتيتر بكار بيجي لتاشين يعني آسايا أجر هالمزيل يكبر كلايدا آسايا اعتيادية إيش منعقنية. يكره ترك شعر العانة وكذا ترك نتف الإبط. بله هندك مو هي يعني إنسان مكروها به ليتوا بونمونا
موی عورت و هەروەها موی بنباڵ و هەروەها هەروەها یەشنەوەی شوارب وشنەوەی بەرسمێڵ و هەروەها نینۆک بهێڵیتەوە مەکروهە لە چل ڕۆژ زیاتر بهێڵیتەوە. طبعا معنای ئەوە نییە ئەمە حرام نییە ئەم شتانە، یعنی ئەگەر لە چل ڕۆژ زیاتر هەبێ بەڕاستی یعنی بیتێڵتەوە تەواو یێڵانەوەیکی فاحش، ینی لەوانەیە بڕاتە بابی حرامەوە، ینی ئەڕاتە باب هەندێکی ئەمری پێکراوە، هەندێکی قەدەغەی لێکراوە، بۆیە ئەبێ ئینسان ئاگای لە خۆی بێ. يعني لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لبر فرمودكي أنس كري مالك خوالي الرازي به وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40. أو أظافرني أظفارة هم أظافر أبي أسايا بس حدثك أظفارة بله أفرمي بو من دياري كراوة كاتمان بو دياري كراوة بو أمشتانة برسميل قرتن نينو قرتن موي هەڵکەندنی موی بنباڵ تاشینی موی عورەت ئەمانە کاتمان بۆ دیاری کراوە کە لە 40 ڕۆژ زیاتر نەبێ، لە 40 ڕۆژ زیاتر نەبێ. ئەمە بۆ کەسانی ئاسایی، بەس کەسێک هەیە مەسەلەن بۆ نمونە هەتووکی زۆر درەنگ دێتەوە لەوانەیە کەراهەتەکە بەر ئەوانە بکەێت، بەڵام هەرشە زۆر تووکی زوو تێتەوە یعنی بەڕاستی تازووتر لایدا چاکترە. ثالثا من سنن الفطرة سيم لسننكاني فطرة قص الشارب وإحفاؤه برسميل قرتن و يان قصي كي طبعا برسميل أويا كقصي كي يعني كرتي كي توا ليود بكي بتدر يان وكو هر حفي بكي يعني تواو كرتي كي توا هردو حالتك دروسته هردو حالتك هي لحديث بيغمرة صلى الله عليه وسلم، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. طبعا إحفاك أو فري مبالغة لقصية بلام قصك تنها برسمي لقري بلام أوي تريان أو فري مبالغة كردن لقص كردن يعني تواو كرتي كي توا بلام نشي تاشي ولا راسية تاشيني برسمي النية لا للسنة في غمرة صلى الله عليه وسلم، بلام كرت كردنوي هي تا أقصى حد بله. أما طبعا هم جوانا هم مخالفي كفارة بله. رابعا من سنن الفطرة إعفاء اللحية بردانوي الريش يعني يشنوي الريش. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في وجوب إعفاء اللحية وتركها وإكرامها. بله حديث منزورة لسروي كواي ريش بيلي توا وريزي شيله بقري يعني كهلا توا ريزي شيله بقري شان يبيتو بشوي. اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. اللحية بدرجيك مظهر الرجولية بدرجيك تريش جمالك شتاية، يعني اگر مثلا انسان لسر فطرتك ما بيريش جمالك تيايا براسي بلام بدرجيك رجولتك اداب انسان بله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا ابو هريره وخالد الرازي بافرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطره بينشت لفطرته لسروشتي انسانه سنني بيغمرانا ختنا كردن والاستحداد وموي عورة تاشين ونتف الإبط وهالكندني موي بنبال وتقليم الأظفار ونينو قرتن وقص الشارب وبرسميل قرتن. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث كترها توا عائشة فرمي بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة دشت لفطرته قص الشارب برقرت نسميل وإعفاء اللحية يشنوي الريش سواك كردن واستنشاق الماء كاتي دزنيو جاقري أو هلديتا لوتت كاتيك دزنيو جاقري أو هلديتا لوتت وهلي شمرجي وقص الأظفار ونينو قرتن وغسل البراجم وشوردني گریەکانی پەنجە بین پەنجەکان و گریەکان چونکە ئەوە زۆر زەرورە ئەگەر کاتی ئینسان بەتەمەنە بێ لە کاتێکە ئینسان کە چێت ناوتەمەنەوە چۆکە چرچلۆچیەکرێتە پێستەکەی بڵێ ونتف الإبط و هەڵکەندنی تووکی بنباڵ وحلق العانة و تاشینی تووکی یان مووی عورەت وانتقاص الماء و الاستنجاء تارادگرتن کاتێ ئینسان ئەچێتە توالێت هەموو جارێ سنەتە ئینسان خۆی پاک کاتەوە ئیتر ئەگەر کرا بە ئاو اگر آویش نبوو بە هەر شتێک کە پاکی کاتەوە. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ئەمەی کەوا باسی کرد طبعا نۆبوو بەڵام فەرمووی پێغەمبەر فەرمووی دا جا ئەڵێ دەیەمم لەبیر چووە ئەگەر ئاو هەڵدانەدەم نەبێ کات دەستنوێژە يعني ئاو هەڵدانەدەم و غەرغەرەکردن. من سنن الفطرة خامسا تقليم الأظافر. یەکێک لە سنەتەکانی تری فیترە ئەوەیە کەوا نینۆک گرتن
وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، بەڵێ ئەبێ کورتی کەیتۆ نەیە لی درێژ ببێ. والتقليم يجملها طبعا جوانە ئینسان ئەگەر نینۆک بگرێت جوانە بەڕاستی ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. و نایە پیسی لە ژێریا کۆ بێتەوە. سادسا من سنن الفطرة نتف الإبط. شەشەم لە سونەنی فیترە هەڵکەندنی مووی بنباڵ. فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. بەڵێ بە هەڵکەندن بە تاشین بە غەیری ئەوە ئەتوانی بە هەر شێوەیەک لای دەی. لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. طبعا لادانی ئەبێتە هۆی پاکی، ئەبێتە هۆی ئەوەی بۆن لە بنباڵتان نەمێنێ و ئەگەر بن بیهێڵیتەوە بەڕاستی ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ئەم شتانە دروست ببێت، هەم پیسی هەم بۆنێکی ناخۆش لە ئینسانۆ دێ. سابعا من سنن الفطرة غسل البراجم. یەکێکی تر لە سونەنەکانی فیترە ئەوەیەکەوە بەراجم یعنی گرێکانی پەنجە و پەنجەکانی پێ و دەست. العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ. ئەوەیە کە گرێکانی پەنجەکان کە زۆر جار پیسی تایە کۆ بێتەوە. ثامنا وأخيرا من سنن الفطرة الختان. یەکێکی تر لە سونەنەکانی فیترە بریتیە لە خەتەنەکردن. وهو طهارة ونظافة وله فضائل كثيرة. لە ڕاستیە خەتەنەکردن ئەبێتە هۆی پاکی و فەزلیشی زۆرە. وهو واجب في حق الذكر ومكرمة في حق طبعا بۆ نێر واجبە بکرێت خەتەنە بکرێت بۆ ذەکەر، بەڵام بۆ ئونثا واتە مێ ئەگەر بکرێت باشە و ئەگەر نەشکرێت گوناحبارە نابن. ويضاف إلى هذه الخصال طبعا جگە لەمە ئەمە هەشت بوو، جگە لەمە استنشاق الماء والمضمضة والاستنجاء. ئاو هەڵدانە لوت و دەما و بۆ لوت هەڵیشی مژی و دەریکەیتەوە و بۆ دەمیش غەرغەرەی پێ بکەی و تاراتگرتنیش ئەمانە ئیضافە ئەکرێتە پاڵ ئەم سونەنانە. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.